السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نسيت إن إحنا كنا بنقول إيه، ونسيت أصلا. بجد القعدة قدام الكاميرا فيها رهبة شوية. كنت خليت على الحوار ده الأول، بس أنا بقالي فترة كبيرة ما بعملش فيديوهات بسبب إن الجيش وفي ضغط شغل وكده. فالحمد لله إن أنا خلصت جيش بعد 420 يوم. أنا خلصت جيش الحمد لله، الحمد لله فترة وعدت. في الفيديو ده انا بتكلم بس ان شاء الله هنعمل ايه الفتره الجايه، واحكي لكم برضه عن تجربه الجيش. انا مش مرتب الكلام بصراحه، فهنختصر مثلا الكلام في التجربه عامه، وتوفيق ربنا في الفتره دي، وقيمه اهلك والصحاب بجد، الناس اللي وقفت معانا في الفتره دي. وهنتكلم هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله في الفتره الجايه. هنتكلم عن تجربة ككل. بجد بجد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا كان واقف معايا في حاجات كتير. الجيش مش احسن حاجة، بس الجيش هيعلمك. دي حقيقة. ايوه ممكن تتعلم الحاجات دي بره، بس بجد الجيش يعني لما انت تتحط في التجربة وانت صغير، الحوار ده هيفيدك اكتر، الحوار ده هيفيدك اكتر. انا كشخصية دخلت الجيش حاجة وخرجت حاجة. انا راضي عن الشخص التاني ده بكل عيوبه وبكل مميزاته. انا حرفيا انا الحمد لله، انا الحمد لله الحمد لله راضي عن الشخص ده. الشخص ده شخصية جديدة أنا متقبلها جدا، وأقدر إن أنا أتعامل معاها، والحمد لله بشوف حاجات فيها أحسن وأكيد في حاجات فيها أوحش، بس أنا راضي عن الشخصية عامة الحمد لله. بالنسبة للتجربة ككل، بجد بجد أنا كنت في لطف ربنا. زي ما قلت لكم في الفيديو الأول، اللي هو الفترة بين الجيش والتخرج. زي ما قلت لكم إن دايما كنت بقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. حرفيا حرفيا الدعاء ده انا حرفيا يعني كنت دايما بقوله، وانا حرفيا كنت في لطف ربنا. حرفيا كان دايما ربنا لطيف بيا، وربنا عارف بحالي، وربنا عارف ان انا اقدر استحمل ايه وبيديهولي. فالحمد لله الحمد لله الفترة دي عدت بلطف ربنا، والحمد لله بتوفيقه وكرمه. بجد عرفت قيمة اهلي. حرفيا ما يعني، انا عايز اقول لك التليفون مش هيرن غير لحاجتين بس: ان امك بتطمن عليك، وان الضابط بتاعك عاوزك في حاجة. حرفيا ده اللي كان بيحصل. تمام. امي ربنا يخليها لي يا رب، واهلي كلهم، وابويا واخواتي الصغيرين. بجد الناس دي فعلا هتعرف قيمتها حرفيا لما تدخل فترة صعبة زي الجيش مثلا. زي ما قلت لك الجيش مش احسن حاجة، وفي حاجات ممكن تتعلمها بره الجيش، مش لازم تدخل الجيش عشان تتعلمها. بس برضو انت لما تعرف الحاجة دي وانت صغير، بتعرف قيمة الحاجة دي حرفيا، بتعرف ان انت خلاص انت اتعلمت حاجة هتنزلها بقى من على ظهرك، وتقدر تتعود على اللي بعد كده. لو هنتكلم كتوتال عن المميزات والعيوب في الجيش، مش هقولك ان كله عيوب وكله مميزات، بس هقولك المميزات بالنسبة لي. اول حاجة زي ما قلت لك قيمة اهلك. تاني حاجة الشخصيات الجديدة اللي بتتعرف عليها. الشخصيات دي بيعتبر في خلال السنة كلها هي اللي بتشكل تفكيرك، وهي اللي بتشكل عقليتك، وهي اللي بتخليك تتعامل معاهم ازاي. تمام. فالشخصيات دي بتأثر عليك من اول الضباط اللي بتتعامل معاهم، لحد اصحابك اللي موجودين معاك في السكن، لحد الناس بتتعامل معاها يوميا. الحمد لله ربنا كان لطيف بيا في الحتة دي، والحمد لله بجد كان في ناس واقفة جنبي. الظباط بجد كانوا عاملين لنا الحمد لله معاملة كويسة. صحابي بجد كنا بنقدر ان احنا نتعامل مع بعض، ونقدر ان احنا على الرغم ان ممكن مثلا ان احنا جايين من بلاد تانية، بس الحمد لله بنقدر ان احنا نهاود بعض او نقدر نفهم بعض. والناس اللي كنا بنتعامل معاها يوميا برضو كانوا بيساعدونا ان احنا الحمد لله نقضي فترتنا على خير. 420 يوم ما كانوش سهلين. او عامه بجد اول فتره في الجيش اللي هي فتره مركز تدريب، ان انت بتتاخد من الدار للنار على طول. الحوار ده بيكون صعب، ان انت كنت في سيستم وبتروح لسيستم تاني خالص. سيستم الجيش مش احسن حاجه في الاول، لان هو بيعودك على الميري بالظبط، ان انت لازم تصحى في ميعاد معين، لازم تنام في ميعاد معين، لازم تاكل اكل معين، وتمارين. وفتره الجيش عامه اول فتره فعلا ما كانش معايا سمارت فون. عامه ما كنتش باخد معايا سمارت فون، لان طبعا في فتره مركز تدريب ما كانش فيه سمارت فون. بعد كده بعد ما خلاص فتره مركز تدريب ممكن الدنيا بتكون احسن، تقدر ان انت مثلا يكون معاك موبايل تطمن على اهلك، او تقدر تعمل حاجه بيه. والحمد لله قدرت استغل الفتره دي يعني رابع ميزه. مش عارف انا قلت كام ميزه بصراحه، بس يعني نقول مثلا رابع ميزه. رابع ميزه في الجيش ان انا قدرت استغلها. الحمد لله قدرت ان انا اتعلم حاجات جديده، منها مجال داتا اناليسيس. قدرت ان انا ارفع من التولز بتاعتي، ان انا اقدر اتعلم سكيلز جديده وتولز جديده. قدرت ارفع من نولج عامه. دخلت الاي تي اي الحمد لله وانا في الجيش، كنت ماضي على نفسي اقرار، والحمد لله الحمد لله ربنا وفقني، وقدرت ان انا اخلص المنحه كلها في اي تي اي وثبات. برضو قدرت ان انا يعني
اتعلم حاجات جديده في مجالي الاساسي اللي هو الكتريكال انجينير، ان انا كنت شغال في الجيش ميديم فولتج، كانت خدمتي في يعني كمهندس في الميديم فولتج. فالميديم فولتج كان بالنسبه لي مجال جديد، انا كنت دايما متعود على اللو فولتج والكنترول. دي الحاجات التكنيكال اللي احنا كنا بندرسها في الجامعه. فان انت تتعلم مجال جديد زي الميديم فولتج، سواء كصيانه او سواء كسايت او سواء كتكنيكال اوفيس، برضو كنا احنا مع بعض كنا بنقدر نساعد بعض. فدي تاني حاجه ان انا اتعلمتها برضو في الجيش، وقدرت ان انا اطور من نفسي فيها. دي يعتبر مميزات الجيش. عيوب الجيش النظام، هيعودك على نظام غصب عنك. دي ممكن تكون حاجة سيئة بالنسبة لبعض الناس، بس هو هيعودك على نظام غصب عنك. التعامل مع الناس دي تاني حاجة هتتعود عليها. ممكن انت في حياتك الطبيعية مثلا ان لو في حد بيضايقك او في حد بيقرفك، انت مثلا بتقول خلاص بلاش منه في حياتي او كده. في الجيش انت تتعامل معاه يوميا، انت غصب عنك لازم تتعامل معاه يوميا. انا الحمد لله ما واجهتش ده، ممكن واجهت ده ببعض الاشخاص بس مش كان كل يوم. تمام، بس انت ده الطبيعي ان انت تتعامل مع الناس غصب عنك، سواء بيضايقك او ما بيضايقكش. او سواء انت متضايق منه او سواء انت مش حابه، ده مش بمزاجك. انت في الجيش فهتتعامل مع كل الطبقات، مع كل الناس، فانت اجباري لازم تتعامل مع الناس دي. طبعا تالت حاجة الاكل والحمامات في الجيش مش احسن حاجة، بس ده الطبيعي لان انت تعتبر مش في بيتك، فانت اللي لازم تخدم نفسك ولازم تعمل كل حاجة لنفسك. الاكل بتاع الجيش مش احسن حاجه، فانت حاول على قد ما تقدر ان انت مثلا انت بتنزل اجازات فتقدر تاخد حاجه معاك من السكن بتاعك او من بيتك، تقدر توصلها مثلا للجيش. فانت لو تقدر تاخد حاجه زي كده يا ريت، ده هيساعدك كتير. انا كنت ساعات بعمل كده، لان الاكل مش احسن حاجه في الجيش، الحمامات برضه نفس الحوار. بس ممكن نقول دي العيوب، تمام، او ممكن نقول دي المشاكل اللي واجهتني. بس انا الحمد لله ما كانش في مشاكل في المعامله من الضباط بتوعي، ربنا يكرمهم يا رب ويا رب يجازيهم خير علينا. بجد الحمد لله كانوا عاملين معامله كويسه، والحمد لله الدنيا كانت كويسه جدا، وقدرنا ان احنا يعني نقضي الفتره دي على خير. الصحاب في الجيش بجد لازم بجد ادوهم حقهم. بجد الناس دي وقفت جنبي كتير، بجد كنا شايلين بعض. احنا كنا 7 في السكن، بجد كنا شايلين بعض كلنا. ما كانش حد بيجي على حد على قد ما يقدر، يعني رغم ان احنا زي ما قلت لك ان احنا من بلاد مش نفس البلد. يعني انا من القاهره، وفي ناس تانية كانت من منصوره، وفي ناس تانية كانت من دمياط، وفي ناس كانت من بورسعيد. بس بجد كلنا كنا واقفين في ظهر بعض، وكلنا كنا بنحاول نعلم بعض، وكلنا كنا بنحاول نساعد بعض. بجد بجد شكرا ليهم كلهم، ال7 بالذات دول. بجد انا مش لو قعدت اقول كتير بجد ربنا يعلم معزتهم عندي، وربنا يا رب يجازيهم خير، ويا رب كل واحد ربنا يوفقه في حياته. بجد لازم فعلا ادوم حقهم. اخر حاجه اعرف قيمه اهلك. اعرف قيمه اهلك، مش لازم تدخل الجيش او مش لازم تعدي في فتره صعبه، او مش لازم يكون عليك ضغط عشان تعرف قيمه اهلك. بجد الاهل دي حاجه كبيره، وبجد لازم تديهم قدرهم على قد ما تقدر. على قد ما تقدر حاول تسعى عليهم، على قد ما تقدر حاول تهتم بيهم، مش لازم تدخل فتره صعبه عشان تعرف قيمتهم. دي الحاجات اللي انا عاوز اوصلها لك. تمام. اخر حاجه نتكلم فيها بقى ان شاء الله هنعمل ايه الفتره الجايه. انا بصراحه كنت في الفتره دي كنت مضغوط سواء في الجيش او سواء في الشغل. فان شاء الله الفتره الجايه هحاول ان انا احاول انتظم في فيديوهات ان شاء الله. يوم الجمعه من كل اسبوع ان شاء الله هحاول انزل فيديو باذن الله. ان شاء الله هحاول انتظم في ده، وان شاء الله هحاول ان انا اشوف الكونتنت اللي احنا نقدر ننزلها على القناه، ونقدر ان احنا نشير مع بعض، ونقدر برضو لو في حد يقدر يكتب لي في الكومنتات مثلا انا حابب اتكلم في ايه، فده هيفيدني كتير. تمام، او هو حابب يسمع ايه مني، او هو حابب مثلا في حاجات معينه هو عايز يشوفها او كده. ان شاء الله هنقدر نتفق على ده. بس اول يعني اول فتره او اول شهر او اول شهرين انا هنزل الكونتنت اللي انا كنت محضره. تمام، بعد كده لازم ان انا اسمع ارائكم، ولازم ان شاء الله نتفق مع بعض على الحلقات هتنزل امتى، او على الحلقات مثلا انتم محتاجينها في ايه، او في توبكس معينه او الكلام ده كله. وان شاء الله كل حاجه تظبط.